والله لو الايه معكوسه وانا عندي حد يصرف عليا ويقعدني في بيت معزز مكرم، والله العظيم لا اقعد وعايز اشتغل. انت تاكل وتخش اوضتك بتقول لك انا بحبه جدا ما فيش غيره في الدنيا. حبك بورس مش هينفعك. زوجك جنتك ونارك. لا تتبعوا خطوات الشيطان، دي محسومه. السلام عليكم يا شيخ اسلام. وعليكم السلام. ايه اخبارك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله رب. مسألة الدعوة ناس تقول لك ايه، لازم أن تكون شيخ كبير او عندك علم كبير وعندك، لكن ما شاء الله في نماذج كتير من الشباب حضرتك منهم ناس ابطلت هذا الامر يعني، وهذا الفكر وهذه النظرية. ما شاء الله كتابك اللي نزل هداية الطريق، كتاب ما شاء الله ممتاز، لاقى رواجا بين الشباب. الحمد لله. اسمح لي ابدا من على طول كده خبط لزق كده زي ما بيقولوا معاك من الكتاب. في الكتاب في فصل اسمه آلة الزمن الإيمانية. قول لنا كده يا سيدنا معناها ايه آلة الزمن الإيمانية دي، وقصدك بيها ايه في كتابك؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيء. بداية في أواخر التسعينات إن لم تخني الذاكرة يعني، ظهر يعني رسوم كرتونية اسمها المغامرون الخمس. كان هم أبطال معاهم آلة زمن بيطلعوا للمستقبل، يغيروا بعض الوقائع عشان لما يعودوا الزمن الحاضر بتاعهم يلاقوها يعني اصطلح حالها وانتهت المشكلة. فجت لي الفكرة من دي ان احنا الخطاب القرآني دايما ولله المثل الأعلى بيكون فيه خطاب محتاج اللي هي تعمل فيه البصيرة للمستقبل. فجت لي الفكرة دي اللي احنا ناخد القارئ بآلة الزمن الإيمانية ونوريه. الله سبحانه وتعالى بدأ في القرآن كهدف مركزي أو هدف رئيس، قال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر الآيات. فربنا نبأ أهل الاستقامة أن لهم الجنة. وقال سبحانه وتعالى عن الفريق الآخر إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، وفي قراءة والله يعلم أسرارهم. ثم قال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فده مشهد أخروي محتاج حد يعيشه، محتاج حد يستبصره. خلاص، فدي كانت بداية آلة الزمن. من ضمن برضو آلات الزمن الإيمانية أو من المعايير الزمنية اللي محتاجة الإنسان إنه هو يتحرك فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل له ملائكة بيض الوجوه كأن وجوهن الشمس معهم حانوت من حانوت الجنة، ثم يجلس ملك الموت عند رأسه فيقول اخرج أيتها الروح الطيبة اخرج إلى رب راض غير غضبان، فتخرج تسيل في يده كما تسيل القطرة من سقي الماء. خلاص، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشرح أحوال القبر، سواء أحوال القبر للعبد الطائع وللعبد العاصي أو المنافق أو الكافر. فكتير من القراء محتاج إن هو يستحضر المشهد ده، يستحضر نعيم القبر ويستحضر عذاب القبر. وهكذا مشينا في الفصل على كده لغاية ما القارئ يحس ان المعاني دي قدام عينيه، فلما يستشعرها وكأنه أخذ من نفسه. يعني مثلا هو يكسل عن الصلاة فيبدأ يستحضر ازاي؟ يستحضر ما أعد الله سبحانه وتعالى للمصلين من النعيم وما أعده الله سبحانه وتعالى لغير المصلين من العذاب. فلما يستحضر يبدأ يعمل مباينة ومقارنة، يبدأ ياخد القرار. ده اللي قال عنه ابن الجوزي وموجود في فصل تاني: من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس أي الهوى فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصب ما طلب منه الراحة. فالإنسان محتاج يستحضر الأمور دي كويس جدا علشان يقدر ياخد بعقله، ياخد نفسه بعقله كده ويروح للمستقبل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن من الوعيد والوعد. ثم ذلك بعد ذلك ياخد القرار في حياته. وقيس على كده كتير جدا الشيخ يوسف ربنا يرضى عنك. جميل جدا ما شاء الله. طيب مسألة ترك أصلا الصلوات، انت بتقول ان هو حتى اللي بيترك الصلوات او اللي بيتكاسل عنها بيبدأ يستحضر
من باب آلة الزمن الإيمانية. استحضر بقى الناس اللي هي بتحافظ على الصلاة ربنا أعد لهم إيه. نعم صحيح. واللي بتترك الصلاة ربنا أعد لهم إيه. صحيح. من نار جهنم والعياذ بالله. نعم. من رأيك يا سيدنا، ومن طبعا أنت ما شاء الله دعوتك مع الشباب واسعة، ميدانها واسع. مسألة الصلاة، نعم، بتلاقي ان معظم الشباب تارك للصلاة او بيتكاسل عن الصلاة وهكذا. تجد ان عنده الاسباب او بتحاول تحل عنده الموضوع ده ازاي، المشكلة دي ازاي؟ بتبحث الاول في اسبابها ولا بتعمل ايه؟ لا بس انا يعني ازعم، وده مش زعم انا يعني، بس ده هدي المربين عموما يعني، اللي ان هو الانسان او المسلم محتاج اول حاجة ان هو نعرفه مين ربنا اولا. يعني كتير من الشباب الغفلة اللي هم فيها، اللي هو ما يعرفش مين ربنا، ما ممكن ويزعم ان هو بيحبه لكن هو ما يعرفوش. فهو من الاول كده، اول ما نزل من القرآن كما قال من عائشة من الذكر ايه، من المفصل في ذكر الجنة والنار. مهم جدا ان الشاب في اول طريق حياته يعرف الجنة ايه هي بكل فيها، والنار الترغيب والترهيب، الخوف والرجاء، الامور دي كلها معاني قلبية. لما المربي ينقلها للناس هيبدأ ايه، هيبدأ يستحضر الحاجات دي فيبدأ يخاف. ولا المثل الاعلى، لو انا اب وعندي اولاد عندهم امتحانات فقلت لهم اللي هينجح فيكم هياخد الهدية دي وحط له قدامه في تابلوه، واللي مش هينجح هيرسب او هيسقط حطت له العصايه، وطول ما هو شايفها عامل ايه، كل ما يجي يكسر عن المذاكره يفتكر العصايه اللي قدامه فيعمل ايه، فيقوم، او يفتكر النعيم فيقوم. هو ده. في بس عنصر ثالث اللي هو عنصر ايه، الحب. ان ممكن حد ما يعملش عشان خوف من جنه، خوف من نار، ولا يعمل عشان عايز جنه، هو عشان بيحب ربنا. ودي منزله عاليه قوي قوي، مش هنتكلم بيها مع الشباب، لكن في بعضهم بيجي كده بيقول لك انا بصلي عشان بحب ربنا. ويعني ده باب واسع قوي في السلوك، مش هنتطرق له يعني. بس انت شايف، يعني انت قلت حاجه جميله قوي، ان ممكن انت عشان مشكلتك في الصلاه انك انت اصلا ما تعرفش ربنا كويس. نعم. ففكره ان الاسباب بقى، اسباب ان انا اصلا ما بصليش او بترك الصلاه وبتكاسل عنها او ما بقتهاش اصلا، يعني مش بصلي. انا اخر ما صليت كان مش فاكر شيء، كان العيد اللي فات تقريبا، هو بقول لك كده يعني. فانا السبب، الاسباب اللي عندي هي اللي خلتني اصل لهذه المرحله. فاحنا قلنا سبب منها ان انت ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى. تفتكر ايه تاني من الاسباب اللي ممكن تاخره عن صلاه او تجعله يتكاسل او اصلا ان هو ما يصليش؟ نقدر الغفله، والغفله نابعه من عدم المعرفه. يعني هديك مثال يا شيخ يوسف، لو انا ولدت خدت مجموعه من الشباب خلاص وخدتهم مكان مظلم وقلت لهم تحت رجلكم دلوقتي حاجه خلاص، اللي هياخد منها هيندم واللي مش هياخد منها هيندم. فهم فكروا، جزء قال لك خلاص هناخد شويه، جزء قال لك مش هناخد خالص. لما طلعوا بره ولقوا اللي تحتهم ديت مجوهرات او امور من الامور دي كلها، ايه اللي عملوه؟ الاثنين ندموا عشان الاثنين كانوا في غفله عن ايه الامر. نفس الكلام، تارك الصلاه هو في غفله عن الحاجتين، عن النعيم وعن العذاب، فبيعمل ايه؟ مش عارف ياخد حاجه. فهو الغافل دي مشكله، اللي لازم الانسان يقوم من الغفله. الغفله هي الداء اصلا، العضال اللي بيخلي الناس تكسل. الكسل نابع من الغفله خلاص، التهاون نابع من الغفله، عدم الخشوع نابع من الغفله، عدم اصلا الصلاه على اول وقتها نابع من الغفله. فالانسان لو علم لاستراح، لو عرف الله جل وعلا. عشان كده دايما يحضرك حديث سيدنا حنظله ابن ربيع الاسدي رضي الله عنه وارضاه، لما كان يقول له ايه، اللي هو قال نافق حنظله، كان ذات يوم يمشي فقابل الصديق فقال له ما بك يا حنظله؟ فقال نافق حنظله. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله فيصف لنا الجنه والنار فكأن رأي عين. شايفينها اهو، ده النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته للصحابه في مكه. فلما يرجع الى البيت ويخلط الازواج والاولاد والعمل، وايه اللي يحصل؟ يشعر ان في حاجه جواه، المشهد راح من قدامه، حد طفى الشاشه اللي هو كان شايف، حد طفاها. فايه اللي حصل؟ فاتهم نفسه بالنفاق، لان الغفله دي مش موجوده وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راحوا للنبي، العجيب القصه دي لسيدنا ابو بكر قال له ايه؟ قال والله اني لا اجد ما تجد. ده الصديق. فلما راحوا للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لو انكم تدومون كما انتم عندي لصفحتكم الملائكه في طرقكم وفروشكم، ولكن ساعه وساعه. يعني ساعه وساعه، ساعه تشحن قلبك عشان لما تسمع نداء الحق سبحانه وتعالى بالله اكبر الله اكبر تعمل ايه؟ تلبي. فليه الشباب ما بيصلوش؟ هو ما عندوش شحن. فلما يسمع النداء، انا مش فاهم اصلا ايه الله اكبر الله اكبر دي، هو مسلم بس مش فاهم، وهكذا. فده المقصد اللي كده، ان الغفله هي عامل رئيس في عدم الاستجابه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول
إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الاستجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه حياة، فعلى قدر استجابة الشباب لأمر ربنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على قد حظه من الحياة. جميل قوي. بس الساعة وساعة دي يا شيخ أنا عارفها إن هي ساعة يا شيخ مرح ساعة لقلبك وساعة لربك. ساعة لقلبك وساعة لربك يا شيخ، مش هي دي معناها يا شيخ؟ لا ده فهم المفسدين. طب قول لنا يا سيدنا بقى معناها. أنت قلت ساعة دي أنا ما فهمتهاش بعد. أنا عارف إن ساعة مع فرفشة وبتاع مع أصحابي والدنيا أصل ساعة. هو النبي اللي قال كده يا شيخ. نعم صح. معلش لو أنا مش فاهم فهمني. النبي قال سيدنا حنظلة إيه؟ قال ولكن ساعة وساعة. ساعة يعني دي مش معناها ساعة بالفعل، يعني ساعة كوقت فترة بتيجوا بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام بتشحنوا نفسك إيمانيا، وبعد كده فترة تانية تخرجوا للمباحات لما أباحه الله جل وعلا. لأن سيدنا حنظلة قال إيه؟ فعسفنا الأزواج والأولاد والضيعات، ده شغل، ما قالش هنقضيها يعني موسيقى بقى وطلعت السخنة مع البنات ومش عارف ايه، مش كده، مش دي معناها. دي كده ساعة لقلبك وساعة للشيطان. اصل دي كده ساعة لقلبي. انت مش الحديث بيقول كده؟ نعم، بس انهي قلب؟ يعني النبي اصلا كان يقصد القلب الصالح، اما فهم الناس دي فده القلب الفاسد، ساعة الشيطان. يعني انت قصدك ساعة وساعة، ساعة بتجدد بيها ايمان، نعم. ساعة هديك مثال بسيط جدا. انا معايا موبايل خلاص، بشحن بطاريتي 2-3 تفضل مكفياني لاخر اليوم. بعد كده اللي يحصل لما يقول لي البطاريه منخفضه تشحنها تاني، اروح عشان هو نفس الكلام المسلم ما في كده، يفضل قاعد كده طول حياته بيشحن، كل واحد على قدره. انا كاسلام ممكن شحنيتي الايمانيه بقعد ساعه اسمع درس، ساعه اسمع محاضره، ساعه اقرا قران، ساعه ادعي، ساعه ابتهل، ايا كان ايه الشحن بتاع الايمان. وبعد كده اطلع للدنيا بقى ايه بكل الصراعات اللي فيها. خلصت اعمل ايه؟ ارجع. لو ما رجعتش انتكس، هتفصل خلاص. عربيه ماشيه بنزين، مش انت ما مليتهاش هتقف. بالله عليك لو انت مثلا العربيه بتاعتك وقفت وقعدت جنبها كده كل شويه عشان خاطري يا قطتي، عشان خاطري تتحركي، عشان خاطري بالله عليك هتحرك؟ صحيح. والله لو الدنيا اتطبقت مش هتتحرك. لازم ايه؟ اسباب وضعها الله. هكذا الاستجابه لامر الصلاه، الحاجات دي كلها اسباب وضعها الله، اسباب ايمانيه. خلاص اشحن هتلاقي قلبك ماشي. اشحنها ازاي؟ طيب انا بالنسبه لي لما بتكلم عن الشباب في الشحن، اول حاجه بيكون بدايه معاهم، اول حاجه معرفه الجنه ومعرفه النار، ثم التعرف على الله. بنقعد كده كورس مكثف اسماء الله الحسنى، مين ربنا، مين هو الرحمن، مين هو الرحيم، مين هو الرؤوف، مين هو الغفور، مين هو الحليم. لما يعرف يتكسف ما يعرف ان هو قريب مجيب بصير سميع، فيعمل ايه؟ ده نادى عليا وانا ما قمتش، اتكسف على دمي فاجر عليه، وهكذا. وده اللي خلى الصحابه يتحركوا. كان لما يسمعوا سمعنا واطعنا، ما عندهمش وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. انا ما عنديش خير اقول الشغل ولا الصلاه، ما عنديش خير اقول الدرس ولا الصلاه، ما عنديش خير اقول المشوار ولا الصلاه. خلاص الصلاه وجبت يبقى اذا حق الله. هكذا. فكرتني باحدهم لما قال شوف انت بتحب من محمد صلاح، قول لي انت مش عارف عن محمد صلاح. يعني هم المشجعين محمد صلاح مثلا او ايا كان، يعني من لعيبه مغنيين بتلاقي الشاب بيقول لك انا مش فاضي. انت بتقول لي يا عم روح جدد ايمانك واعرف عن ربنا وخش الكورس المكثف ده معانا وهندرس صفات الله عز وجل. ايه ده يا شيخ؟ ده موال كبير قوي، انا مش فاضي للكلام ده يا شيخ. انا اصلا عندي شغل وعندي دراسه وعندي ثانويه عامه وعندي مراتي متجوز. انت تيجي على الجرح ده. انا بعاني مع الشباب كده، فانا مش فاضي بصراحه يا شيخ. مع ان انا بصراحه عارف فلان اسرته وبياكل ايه وبيشرب ايه ويروح الجيم الساعه كام. ده عارفين لعيبه الدوري. يعني لو تقول له مثلا فريق برشلونه فريق مين لعيبه، تقول لك رقم 1 كذا 2 كذا 3 كذا، هيعمل كذا عارف خطه النادي المستقبليه اللي بعد 6 شهور اصلا. طب انا احل المشكله دي عندي ازاي؟ انت ديك شفت اهو، انا عارف اللعيبه كلهم وعارف بص ان الراجل اللي انا بحبه ده عارف عنه حياته من اول ما اتولد لحد دلوقتي. لكن انا مش لاقي وقت. ما انا عندي كده مشكله، احلها ازاي بقى؟ انا مش لاقي وقت ان انا اقرا في صفات الله عز وجل. انا بص يعني ايه زي ما بيقولوا كده رجلي تقيله ان انا اروح اسمع من الشيخ الفلاني. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى كتب سنه ان طريق الله جل وعلا لا يدخله ولا يستقيم به الا صادق. عارف القصه الشهيره بتاعت خيبر اللي اسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر رجل من المشركين، فلما اسلم ارسل اليه صلى الله عليه وسلم ليؤلف قلبه حقه من الغنائم، فقال له يا رسول الله اخذ الفلوس دي؟ قال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا حقه. قال ما تبعتك على هذا،
شوف الصحابي اللي ممكن اقول للشباب كده يعني ايه، بس يعني خليها على جنب دلوقتي. صحابي كان واضح الرؤيه. انا بقول للشباب يقول لي انا مش عارف احفظ قران، مش عارف اصلي، اقول له اسلك انت لو سالك. هو الصحابي كان واضح جدا جدا جدا. فقال له رسول الله ما تبعتك على هذا، انما تبعتك لو اضرب بسهمها هنا فاقتل فادخل الجنه. فالنبي اصلا شاف حد مميز فقال كلمه قدام كل الصحابه، قال له انك ان تصدق الله يصدق. بيقاتل مع النبي عليه الصلاه والسلام في الحصن الاخر فوجدوا على نفس الميته، فقال للصحابه اهو هو اهو هو اهو هو، قالوا هو 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 هو، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. هي دي معادله اللي انا عايز استقيم في قرب ربنا. صدق الله فصدقه الله. عاوز تصلي اصدق. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الكريم، فالكريم لا يبخل على احد قط. فمعنى انه انت ما خدتش يبقى انت ما تستحقش. والا المثل اعلى. الشيخ يوسف حضرتك مليونير ان شاء الله، فجيت قلت يا جماعه انا هنتجمع في ميدان الجيزه، اي حد هيجي ياخد فلوس. فالناس جت من كل افواج اديتهم كلهم فلوس، جالك واحد بس قلت له انت لا، يبقى عمل ايه؟ مشكله كبيره. عمل مشكله. فلما ربنا يعطي ده كله سبحانه وتعالى، المعطي المنان الكريم، ويجي عليك انت يقول لك لا، انت عملت كارثه، انت عامل مصيبه، انت عامل مصيبه. بس فالله اكرم من سئل. مستحيل حد يقعد يقول له كل يوم يا رب يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الله حيي كريم يستحي من احدكم ان يرفع يده فيردها صفرا خويه. فانت عايز ترفع ايديك وما يدكش، انت عملت حاجه، انت عملت حاجه. فاللي يلاقي الباب الطريق مسدود هو عمل حاجه. اعمل ايه؟ اعيط. لسه بقول للشباب من كام اسبوع مش عارف تصلي، اتوضى واقعد على المصليه وعيط. مش قادر يا رب، اهو انا قاعد اهو يا رب خليني اصلي، انا مش اعيط له. لما تعيط له هو مين يستحق البكاء غير ربنا؟ مين يستحق الانكسار غير ربنا؟ مفيش حد في الدنيا دي كلها يستحق حاجه غير ربنا. لا تسالن بنو ادم حاجه وسل الذي ابوابه لا تغلق. الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسال يغضب. الله. انت قصدك بالصدق؟ طيب ما انا بقول لك اهو ان انا صادق، انا عاوز اعرف ربنا وعاوز ارجع. ما انا بقول لك اهو يا شيخ، انت عاوز ايه تاني؟ ابن القيم في الوابل الصيب لما كانت بيتكلم على استقامه القلب فقال واستقامه القلب على امرين: الاول ان تقدم محاب الله على محابك، قال وليس هذا بالدعوة وإنما عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. انت قصدك ده مش بالكلام. انت صادق، انت كلامنجي، انت كلامنجي. قال سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما قال كلا إنها كلمة. انت كنت كلامنجي في الدنيا، يا رب أنا عايز أصلي. طب ما تقوم تصلي. الفازة دي يا شيخ يوسف، تعالي يا فازة هتيجي، لازم انا مد ايدي. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. اتقدم انت الشبر، وري ربنا اللي انت صادق، وري ربنا سبحانه اللي انت عاوز تتغير. لكن بالكلام ليس هذا بالدعوه. طب انا صليت حاسس ان الدنيا برضه متشقلبه معايا. ما انا ما وعدتكش ان ما تصلي هتبقى بمبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه. وقال صلى الله عليه وسلم اشد الناس الانبياء ثم الامثل. وقال الله قبل ده كله قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا كلامنجي آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا، أي ولقد اختبرنا الذين من قبلهم ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين هم فريقين صدقوا ولا يعلمن كاذبين. حط نفسك في الفريق بقى. انت مع مين؟ ما مش بالكلام، ربنا يختبر صدقك. ربنا سبحانه وتعالى هيلاقي العبد صلى أول مرة هيدوقه الخشوع لمدة أسبوعين 3 شهر. بعد كده يا رب الشعور ده حلو اديني، يقول له ادفع. فين انت عايز تاخد عطايا زي الخشوع والبكاء من خشية ربنا وما تدفعش ثمنها؟ الامور دي بيفنى فيها اعمار العباد. قال سفيان الثوري جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 اخرى. انا كنت حاسس وانا اصلا بقول لك كده ان انا مصلحتي، يعني انا صليت عشان الحال يتصلح معايا وامسك بقى فلوس واعيش الحياه اللي انا عاوزها واتجوز البنت اللي انا عاوزها عشان يجي العريس. يعني ده في رمضان كتير طبعا. ايوه طبعا. لا لو زي الخمار على الحبل البس كده يلا العرسان. انا هتكلم معاك عن موضوع النساء ده، بس انا برجع بقول لك ان انا حاسس اصلا ان انا مصلحتي. فانا مش حاسس ان انا مش حاجه حلوه عملتها، فعشان كده بكلمك. انت دلوقتي قلت ايه؟ الخشوع واللذة دي. انا عارف يا شيخ ان انا عندي صحاب وعندي مشايخ انا اعرفهم ودول موجودين وما بيننا
فعلا تيجي تكلمه تحس ان انت بص مع ملك مش مع بني ادم، حاجة كده في قمة الأخلاق والتواضع والروح اللي بتحوي الإنسان كده. تيجي تدور على أسباب تلاقي موضوع الصلاة ده مش بقى مش فروض بقى، ده هو حقيقة هو بيعمل كده قيام ليل مش بيفرق. فتلاقيه ان هو متعبد، يعني انا عارف ان هو عشان متعبد وقيام ليل ومحافظ على قيام الليل وبتاع، ربنا كرمه وموسع عليه و فانا عاوز ابقى زي ده. يعني انت شايف اوصل للحالة دي من اللذة والخشوع ازاي؟ كويس، سؤال جميل. بص، هو مشكلتنا كتير او مشكله شباب كتير اللي هو بيبص على المشهد من اخره. فانا عايز اكون زي سيدنا عثمان بن عفان، كان يقوم الليله بالقران كله، كان يقوم الليل كله بالقران. هل سيدنا عثمان من اول ما يعني القران وصل له عمل كده؟ نفس الكلام الشيخ اللي هو الشاب بيضربه مثال، اللي هو بيقوم الليل وربنا وسع عليه، هل ربنا وسع عليه اول حاجه؟ خلي بالك الشاب ده، او احنا بنتكلم ازاي، بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ان الشيخ ده مش بنتكلم ان هو ايه، انا بس برضه بصلي عشان اصل للحاله دي وما فيه من سعاده طبعا هي شيء يطلب في الدنيا، والنبي قال كده من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن عايز الدنيا بيطلبها. ولكن ما ينساش الاخره. فانا مش ناسي الاخره، فهبدا اقول لك تاني او بعيد الصياغه التانية بتاعت الشاب. الشيخ الجميل ده وصل للذة انا محروم منها، لذة الخشوع في الصلاة. انا يا سيدي انا كنت تارك للصلاة ومكسل عنها، ماشي. لما جيت صليت حاسس ان انا بصلي دماغي مش فيا، انا دماغي مش في الصلاة خالص، مش عارف اركز. طب ده بقول ده بسبب اعمالي قبل كده، بفتكر بقى اعمالي بقى يا شيخ، ويا ما انت عملت عشان كده بأنب نفسي، اما اجيب الصلاة اللي بعدها واما ما اجيبش. فاللي هو انا في محاربه كده مع نفسي ومش عارف اخرج واصل لنتيجه ان اصلي بلذة وخشوع مع الله عز وجل. اوصل لدي ازاي؟ طيب هو بص، الخشوع اولا واخيرا امر تراكمي، ومبني على اولا الصبر والصدق. الصبر والصدق، فالله سبحانه وتعالى بيختبر المصلي اولا هل هو صادق، يعني هل بيعظم الصلاة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والخشوع عمل قلبي. فعلى قد تعظيمك للصلاة على قد ما انت هتجني قدرك من الخشوع. هذا أولا. تاني حاجة الصبر على الطاعة، الصبر اللي أنا مش من أول يوم هخش أصلي فيه هلاقي الحياة نعيم معايا، لا أنا محتاج مجاهدة، لأن أنا كان عندي رصيد من الجاهليات، كان عندي رصيد من الذنوب. فلازم عشان يبدأ القلب يطهر وتبدأ النفس تزكو وتعرف تجاهد شيطانك اللي هو مسخر فقط لمحاربة الصلاة دي، فهتجد الأمر محتاج صعوبة ومحتاج صبر، وعمر الإنسان ما يوصل لدي في يوم وليلة. بل الخشوع أمر تراكمي. صلي واستمر على الصلاة، وواحدة واحدة هتلاقي نفسك ممكن في صلاة كاملة في يوم كامل خشعت في ركعة، يوم تاني خشعت في ركعة واحدة بس، ممكن تقعد أسبوع بحاله خشعت في ركعة بس دقت. ده يخليك إيه؟ تقدر مستمر لغاية ما تصل للحالة اللي احنا بنتكلم عليها. لأن احنا للأسف الدنيا واخدانا جامد، والغفلة اللي في قلوبنا مش يسيرة علشان أول ما تنزل في الصلاة تروح منك. احنا للأسف احنا بنقول أرحنا منها يا بلال. فعايزين نخلص. يقول لك انت فين يا ابني؟ انا هخطف العصر وجاي. يعني ايه هتخطف العصر؟ يعني كده. فاللي بيعامل الصلاة كده بيعامل الصلاة بس يعني ايه، بسخط الفرض، ما عمره ما هيلاقي كده. لكن ربنا كريم سبحانه وتعالى، لو لا عبد داخل مقبل على الله، مستحضر انه واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، مستحضر دايما الجنة على يمينه والنار على شماله، ومستحضر الآيات وان ربنا بيتكلم معه بهذه الآيات، ايه اللي يحصل؟ هيستشعر، لا شك هيستشعر. في جملة قالها لي شاب كانت حلوة قوي، قال لي أنا باخد الصلاة دي ال5 فروض ربنا كاتبهم في كل يوم مجرد 5 منبهات، كأنهم منبهات في التليفون بيذكروني إن أنت في الدنيا. قلت له يعني إيه؟ فقال لي أنا بصلي فجر ظهر عصر مغرب عشاء. الفجر بقوم من أحلاها نومة عشان أقوم أقف بين أيدين ربنا وأصلي الفجر وأقول أيوان أنا بصلي عشان أنا شايف ببص على الآخر. أنا هنا مجرد وقت. أجي عليا الظهر أفتكر من الفجر لحد الظهر أنا دخلت في دوامات الحياة،
ودخلت على فلان اللي كان بيتكلم معايا، واغتبنا فلان ونمينا فلان وظلمنا فلان ومش عارف عملنا ايه مع فلان، ومش عارف اتعرض عليا ايه من الاعمال المحرمة، او شفت في الشارع مش عارف ايه متبرجة، او انا اقبلت على فعل شيء مع بنت محرم او هكذا. فيجي الوقت ده كله بين الصلوات، بين كل صلاة اجي في الصلاة وانا بصلي اقول ارجع توب، انت هنا في الدنيا مجرد بس تذكرة ان انت عبد، انت جاي في الدنيا امتحان. فقال لي جملة جميلة ان بين كل صلاة وصلاة اللي انا بعمله، وطبعا ده بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مكفرات، ان الصلاة مكفرة. فبيقول لي اللي كل اللي انا بعمله لا بقف قدام ربنا ببقى حاسس ان انا شكلي وحش قوي وبفتكر الاخره، فبرجع تاني واتوب تاني ما شاء الله. فده ما شاء الله كانت برضو نظره حلوه قوي للصلاه. فايه اللي يخليني برضو مع النظره دي ان انا اول لما الاذان ياذن اروح ليها. انا بقول لك الشاب ده كان بيبص لها ان هو ايه، منبه، ايوه صلاه، انت افتكر ان انت ايه، انت ممكن في لحظه تروح. هو عمل اللي عليه يعني، هو ده الصح اصلا، وده الصح، ده اساس يعني اللي هو عمله ده ربنا يبارك فيه، هو كده وصل اصلا. هو يحافظ على دي، يحافظ اللي هي لسه بالنسبه له منبه، ما تبقاش عاده، لان الصلاه لو اتحولت عنده من منبه لعاده وفقد كل اللي وصل. النقطه دي هي نقطه تخليه مش مجرد بس من افضل الخاشعين، تخليه في السماء، لان هو طول ما هو مستحضر كده معناه هو بيحاسب نفسه. فهو دلوقتي ايه، سلك منزله المحاسبه، ولا شك منزله المحاسبه ملازمه لمنزله التوبه، حكايه خلاص لمنزله الخشوع. فهو عايز تاني غير هيخش على الانابه، هو ما شاء الله عليه. انا اغبطه في الله اغبطه والله بجد ما شاء الله عليه. طيب من اكبر المشاكل اللي بتواجه الشباب حاليا، ودي كترت قوي قوي قوي، التطبيقات اللي هي فيها اموال بتاتي بكل سهوله دي. مراهنات بقى، مش مراهنات احط فلوس اصل بجرب يا شيخ، اصل انا بص يا شيخ انا داخل اجرب، ما اعرفش بقى هي حرام ولا مش حرام، فدخلت جربت فكسبت، الموضوع حلو فمشيت، خسرت مره كسبت مرتين، خسرت مرتين كسبت مره. بس المشكله دلوقتي ان انا بس الموضوع ما يقفش معايا في تطبيق واحد، ده انا دخلت في تطبيقات ودخلت في مواقع، والليله يعني ساحت معايا زي ما بيقولوا. انت ايه رايك في المشكله الكبيره اللي وقع فيها الشباب دي؟ وللاسف ان الشاب للاسف عشان الظروف اللي محاط بيها من الفقر، فبيستعجل المال اي طريقه جات له بقى. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقوم الساعه حتى لا يبال الرجل من اي شيء اكتسب المال، او لا يبالي الرجل عن ماله فيما اكتسبه ومن اين اكتسبه. فده من علامات الساعه اصلا. فالشاب للاسف بيسرع انه يخش على العاب زي كونكر وون وتطبيقات زي وان اكس بيت والمقامره، يخش يحط فلوس، هو بيجي له فلوس سهله، فهو شاب ضعيف عايز فلوس، فيعمل ايه؟ يخش. لسه كنت بكلم احد الشباب فبيقول لي مش عارف اعمل ايه، قلت له بيع موبايلك، بيع كمبيوتر، اتصرف، تخش النار، دي كبيره لازم تلاقي حل. بيقول لي انا مش قادر وبيعيط، اصل انا يصعب عليا. لا مش صعب عليا، انت هتودي نفسك في داهيه. انت تدرك ان دي كبيره من الكبائر، كبيره من الكبائر، يعني حاجه ممكن تطردك من رحمه ربنا، ممكن تطيش حسناتك كلها بكبيره واحده انت عملتها. فليه؟ قلت له لازم تتصرف ويكون ليك موقف. فهكذا الشاب اللي الحاجات دي كلها لازم يدرك ان المراهنات واللعب على اللي يشيل والمقامرات دي كلها حاجات، دي نار بتدخلها في بطنك، نار بتاكلها. قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام وملبسه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. خلاص قفل كل حاجة عليه، قفل طريق ربنا ليه بماله الحرام. طبعا انا مع الدنيا معايا حلوه، انا مش حاسس انت بتقول لي حرام، بس انا الدنيا معايا مفتوحه خالص. ما هو الدنيا مش معيار يا مولانا، مش قادر اسيب يا مولانا. انا بص مغتني، الدنيا مش معيار، مغتني دلوقتي، انا في حاله دلوقتي حلوه عجباني، خلاص هتخليه يشيل. الدنيا مش يعني، الغنى مش علامه رضا، والفقر مش علامه غضب. قال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله سبحانه وتعالى كلا، ده غلط. فهو قاعد في الغفلة سبحانه وتعالى، يعني قاعد في غفلة إيه وناسي. هيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هو لا يشعر سبحانه وتعالى. فلا الله يعني ينشله من هذه الغفلة. طب اعمل ايه عمليا بقى؟ انت قلت مثلا بيع التليفون، بيع الكمبيوتر، اول حاجه شيل تطبيقات دي، ورجعت تاني صعب الدنيا، امشي بموبايل زراير،
ادي موبايلك لوالدتك لوالدك، ابعد عن الصحبه دي كلها. معلش والله يا شيخ يوسف مفيش حد يستحق ان تتعذب عشانه. اصحابك بقى اللي بيغووك بيعملوك، خلينا نتكلم كلام ناشف، احنا رجاله. حد هيستحمل النار عنك؟ لا. فانت بتعمل ايه؟ لازم تتصرف، ارمي الموبايل، كسره، دغدغه. ادام انت مش عارف تحط حل ودي للمعصيه، اتعامل معاها بالعنف، والا هتودي بيك وتوديك النار. كتير من الشباب يا شيخ يوسف فاكر ان هو يجي عند ربنا هناك الملك هيقول له ايه؟ بس بتعملش كده تاني، يلا مع اخواتك على الجنه. مفيش كده. الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين احد نسب، سبحانه وتعالى ميزانه العدل. جيت هتتحاسب. خلاص قال سبحانه وتعالى فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم. حتى انا بصلي يا شيخ، ما انا بصلي وببري ابويا وامي وبعمل حاجات حلوه. لن تظلم، هتاخد حسنات دي وهتاخد الكبائر دي، وكله هيطيش في بعضه، وانت ونصيبك قد الشيله شيل. خش نار جهنم خالدين يا سيدنا. الموضوع كبير. اي صاحب كبيره هتعمل ايه؟ وصاحب الكبيره لا يخلد ولكن تحت المشيئه، لكن يعذب بالكبير. قال سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فاذا هو لما جاب الحاجات اللي ربنا حذر منها قال سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. فالله سبحانه وتعالى نبه ان الحاجات دي محظوره، ابعد عنها. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ الرساله واضحه، هتنتهي. ما خوفكش ده كله، هتنتهي امتى؟ في ناس للاسف بتنتهي بمرض، في ناس بتنتهي بموت، في ناس تنتهي بموت. انا عاصرت شباب كتير كان اللي راجع منهم من قمار ومات، اللي حصل له حادث ومات، وما كانش متوقع ده كله، مش متوقع، بس فجأة لقى نفسه فين؟ خلاص بيقول قوم من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم. اضف الى ذلك ان لما نسمع عن من بعض الشباب هذه الامور، سواء بقى اكل مال ربا، اكل مال حرام، دخول في مقامرات زي البرامج دي والكلام ده، بتلاقيه هو نفسه بعد فتره بيجي يعترف يقول لك والله العظيم اسوأ ما عملته في حياتي ان انا دخلت البرنامج ده، ان انا دخلت الموقع ده، ان انا حطيت الفلوس دي وخدت مش عارف منها، واخدت من الموقع الفلاني ده كذا 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 لما راهنت فيه او حطيت فيه فلوس وخدتها ضعف من غير اي حاجه. بس انت ليه تستنى لما تشوف؟ ليه بقى؟ مفيش حد يعرف هيموت امتى، وامتحان الدنيا بتسحب ورقته من غير موعد. انت بتكون لسه بتكتب تلاقي ورقه اتسحبت، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون. للاسف عمر العاصي ما هيلاقي لذة. قال ابن القيم في الدواء والدواء هل يجد لذة الطاعة عاصي؟ قال لا والله ولا من هم بها. مش هلاقيها. الله سبحانه وتعالى مش هيدوق الحاجات ديت لحد مصر على كبيرة، بل ستنزل عليه البلايا تترى. وانا والله ما رأيت احد مداوم على القروض الربوية عايش حياة سعيدة، بيته متدغدغ عليه وغم ونكد بالربا. هذا قدر ربنا، عقوبة إلهية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. استعد ووريني نفسك. حرب من ربنا يا سيدنا. نعم، انت ارتكبت كبيرة عظيمة نهى الله عنها. انا افتكر ان ربنا ما قالش حرب دي مثلا لقتل ولا سرقة ولا زنا ولا حتى من اشركوا به جل في علاه. قالها عشان دي فساد للبلاد والعباد. الربا فساد للبلاد والعباد، مظلمة كبيرة تعاند رب العالمين وتفسد في الأرض بين العباد، وتستغل عثرات الناس. واحد يجي لك فقير فتقول له خد وهاخد أضعف منك. كان أولى بك أن تكون له سندا وتنصره. ولو أن المسلمون تكاتفوا جميعا مع الفقراء والمساكين المحتاجين بصدق ما كانش بقى الحال. لكن ما تجيش على الجرح. كبيرة يا مولانا. كبيرة جدا. كبيرة. وبعدين حرب بتاعتك، تخيل كده معايا، حرب من مين؟ يعني فتحت عليه الجبهة من البلايا من قبل الله سبحانه وتعالى. وتخيل بقى ربنا العليم القدير اللي يعلم نقاط ضعف العبد هيبتليه ازاي. انا اصلا ما سويش. يعني انت بتتكلم في حرب، مين يقدر، مش انا بقى، مين اي قوة على وجه الارض اصلا تقدر فكرة موضوع كبير قوي مولانا. جدا.
انت خدت قرض عشان عايز تشتري العربية تشتري حاجه اعملها، اول ما هتحصل لك هتبوظ العربيه. انت بتهزر. الله سبحانه وتعالى لا يعصى هكذا سبحانه وتعالى. والكبائر دي خط احمر يا شيخ يوسف، والله خط احمر. ولحد طول ما انت هتكون لسه في سعه في دينك وعندك سعه ترع وتروح، ما دام انت لسه ما عملتش كبيره. عملت كبيره فانت سلمت رقبتك للشيطان. يعني ده سيدنا معنى الايه. طب لما ربنا سبحانه وتعالى في سوره طه قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، فهي دي بقى معنى الايه اللي هو بعدها سبحانه وتعالى قال لك ذلك كذلك اتتك اياتنا. الايات هي بتتقال قدامك فعملت فيها ايه؟ فنسيتها اي فاعرضت عنها، وكذلك اليوم يعرض عنك. معيشه ضنكا، انت اللي اخترت الطريق. يعني خساره دنيا واخره. والمعيشه دي ايه؟ ده ضنكه دي، ده الضنك ده عمل قلبي. فممكن الناس الناس شايفاه مبسوط وهو في ضنك حزين، معاه فلوس بس ماشي الناس ايوه يا بختك، وانتم ما تعرفوش بخت انا في ايه. تعاسه، بؤس، شقاء، ده كله ايه؟ في قلبه. لان جنه المسلم فين؟ او جنه الانسان فين؟ في قلبه. ان لله سبحانه وتعالى في الجنه في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره، الا جنه التعرف على الله. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله المستعان. ربنا يعيننا سيدنا على اجتناب الكبائر. من أحد برضو المشاكل اللي بتواجهنا كشباب مسألة الاختلاط. بص بقى سيدنا وصلى على النبي كده صلى الله عليه وسلم. أنا ما بتعاملش معاها غير إن هي بص هي أختي يا سيدنا. أنا هي في الكلية زميلتي يا بنت انت مراتي. انا يا سيدنا بص انت عارف مين اللي قال يا بنت انت مراتي؟ مين؟ مسيلمة الكذاب. مين مسيلمة الكذاب؟ قول لي يا سيدنا. مسيلمة الكذاب بتاع زمان. انت قصدك الكذاب اللي هو ميم يعني ده حد اللي هو مسيلمة الكذاب، هو يا بنت انت مراته، بيكذب اصلا مش مراته اصلا. والله انا يا سيدنا بص اتعامل معاها، انا مفيش حاجه حرام هي بتتعمل. انا بكلمها بنتكلم مع بعض عادي، في مذاكره، ممكن نخرج مع بعض، بس اللي هو ايه يعني احنا بص اصحاب. ما دام ان بابليك ونو فيلينج يبقى صوت. فايه المشكله يا سيدنا؟ انتوا معدين الدنيا ليه كده؟ يعني الاختلاط ما فيه مش للدرجه دي. انت عارف احلى حاجه مع الشباب اللي انا جاي لهم من القاع، فهو مهما يحور يا ابني انا جاي لك. انا التزمت وتوبت ربنا سبحانه وتعالى، وربنا امتن عليا بالتوبه والهدايه في اوائل الترم الثاني او في سنه تانية في الكليه. فانا قعدت سنه ونص انا ارتبطت ببنت وخضت المعركه وخضت الدنيا ومش عارف انا بقول لك ايه، والدنيا سودا ازاي. ما تحورش، اسلك. فبص هتقول لي بقى ايه انت هي اللي ما ينفعش. واحنا قبل كده جالي واحد المسجد قعد معايا ساعه، والله ساعه، دي بتصحيني الفجر، دي بتقول لي الاذكار. قلت له عايز ايه؟ قال لي ينفع اكلمها؟ قلت له لا، عشان انت اصلا اشطم يصل لك التعدي ليه؟ عشان تقع. ما انا برضه بفهمهم كده، بقول لهم يا جماعه الشياطين دي زينا عالم، فشيطان مع شيطان اتفقوا احنا هنوقع فلان ده وفلانه دي، يلا المشهد من بعيد، يلا استعد، هيخليه يبص لها، استعد انت كمان هيبص لها، يلا اكشن. بص ايه ده بيبص لي وانا ببص له. ايه ده بجد؟ الموضوع بيوصل لكده، بيتحزبوا مع بعض لغايه ما ايه يوقعوا. ما هم بيبصوا لبعض ليه؟ بيبصوا لبعض ايه اللي خلاها يجي لها حاجه في دماغها تقول لها بص عليه، ويبصوا يلاقوا ايه حصل. اللي يقول لك الفيرست اسمها فيرست ايه ده؟ فيرست لوك ولا فيرست لوك؟ من اول نظره. وهيجي البنت هيقول لها ايه؟ زي ما قالت الفنانه ما اعرفش اسمها ايه، انا بحب جدا اجيب كلمات الاغاني عشان بيكون واصله للشباب، بحب اعصر واقعهم. هيقول لك انت الاولى وكمان الاخيره، هيقول لك انت نجمه عاليه في السماء، في الاخر بيحور انت ولا اي حاجه وهو ولا اي حاجه. هو ده الوهم. جالي شاب قبل كده بيقول لي على الارتباط مش عارف اعمل، وصلت له بمثال عقلي بسيط جدا. دلوقتي لو دي حته ارض وانا جيت لحضرتك دي حته ارض فاضيه ماشي، هحط فيها الطمي والحاجات وازرعها مانجا، تشتري المانجا، اول حاجه بعد تقول لي ايه؟ فين يا ابني المانجا؟ فين الشجره؟ هو دي الصحوبيه في الدين، ده الغرر، حاجه وهميه مزعومه مبنيه على الغيب، ما اعرفش هي فين اصلا. فهم قاعدين بيقولوا احنا والله في ثالثه ثانوي ولا في اولى اعدادي ولا في ثانيه اعدادي، ايا كان الارتباط. دلوقتي بقى سن الارتباط في كيجي يعني. قلنا مثلا نخلي سبب الارتباط من اعدادي، يقول لك عايز افضل قاعدين مع بعض مرتبطين 3 سنين، وبعد كده 4 جامعه، والاخ يخش سنه جيش ولا 2 سنين جيش، بعد ده كله نرتبط بيها.
يا ده غرر، ده عشان كده الاسلام مع قفل دي. عايز تخطب حد، عايز تتعرف على حد، روح بالخطبه الشرعيه في البيت، قابل ولي الامر، اقعد زي الرجاله. لكن تجي لي في الضلمه، لو بيبيعوا سبح في الضلمه. العلاقه بين الرجل والمراه دايما مبنيه مش طرفين، في طرف ثالث اسمه الشيطان، او زي ما احنا بنسميه شوشو. ده اس الفساد. انت شيخ جامع وهي معلمه يا عم الحاج، بس ده فين ده دخل الكلام الرجاله مع الستات او البنات مع الشباب. للدين ليه قيود، ضروره مصلحه، في حاجه بينكم، حاجه تعليميه، انت بتتعلم فدكتور ولا دكتور بتعلم، في مصلحه، بشتري حاجه من صيدليه، ضروره حاجه مصلحه، مش موجودين دول، انت بتحط خط احمر والشيطان مش هيسيبك. فالموضوع ده محتاجين هم يدركوه الشباب، لكن للاسف قلوبهم بتحركهم. فلك بحبها مش هسيبها، انا لو سبتها. قبل كده حد بعت لي سؤال على صالحني، يقول لي يا شيخ انا لو سبتها اجرح قلبها، تدعي عليا. يرضيني يا حبيبي. يعني دعاء الله المستجاب، يعني ام المؤمنين دعت علينا. هم الشيطان للاسف عشان الدنيا صعبه عليهم، الشاب الزواج بقى صعب، فهو بيستسهل. ليه اقعد اجهز نفسي كله؟ ما ممكن تقول لي بحبك واقول لها بحبك، ويقعدوا يعيشوا في الوهم مع بعض، وفي الاخر في الاخر هم لو فركشوا، والله العظيم بس لا ما ينفعش اقول اسمه، يعني شاب جالي الدرس فقعد بيتكلم معايا، يا شيخ والله العظيم لا، دي هي غيرهم يا ابني، بلاش والله هي غيرهم. لما فكست له قال لي كده، اول ما دخل بيضحك. هو كان طول ما هي بيتكلمه ما بيجيش الدرس، اصل هيجي يعمل ايه بتأنب ضميره. اول ما دخل عليا كده قلت له لبست؟ قال لي بقى خلاص يا شيخ بقى، خلينا نقعد بقى ساكت بقى. وراح قاعد ساكت وسكت. لازم يدوق وياخد القفا ويرجع كده، وهكذا. انت عاوز تقول ان انا جالك من بعيد يعني؟ انا جالك من بعيد، عارف لك يا ابني الطريق اللي انت ماشيه انا كنت فيه ورجعت منه، فمش لازم تروح تقع. انا ربنا خرجني من الطريق ده عشان اكون رساله ليك، زي واحد ماشي في حفره، يا جماعه في حفره بلاش اللي يروح ويقع. انا قلت لك اصل انا قلت لك دي هيقولها مين؟ هيقولها عبد صالح وهيقولها شيطان. عبد صالح اللي هو واعظ الله في قلب كل مسلم، والشيطان وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. كلمه الشيطان انا ما ضربتوش على دي. في مره كان عندنا مشكله شاب وبنت، فراحوا للشاب بيلوموا عليه. الشاب قال لي، قال له يا حاج انا ما ضربتش بنتك على ايديها، انا ما ضربتش بنتك على ايديها، اللي عنده معزه يربطها. البنات محتاجين يفهموا ده. صعب قوي دي. هو عنده حق. انت مش عارف تربي بنتك وهو مش عارف يربيه. المجتمع كله فيه مشاكل، فلازم الشباب يدركوا كده. اقفل عليك بابك لغايه ما تستعد وروح ابتدي. بتحب واحده اكتم في قلبك. ايوه يا شيخنا، بص انا بقول لك بقى ايه، طب انا بحبها، انا علاقتي بيها دلوقتي بنحاول نقرب من بعض، نفهم بعض اكتر وبتاع، فانا علاقتي بيها كده، هل ده في مشكله؟ ما انا هو بقى بتكلم معاه وبنقعد مع بعض وبنتكلم في التليفون. بحبها يا شيخ. طيب في ولي امر، في ولي اتفقوا؟ مش موجود دلوقتي يا شيخ، مش لسه ما قلناش يا شيخ. لا ما ينفعش، ده حرام. لان غلبة الظن انه سيقع الحرام. انت الوقت عامل نفسك شجامه وبتقوله حاجه كده، فجاه تلاقي نفسك مخنوق، فتقول لك انت مخنوق ليه؟ والله عندي ظروف. احكي لي، انت بتثقش فيا؟ ده انا ما بثقش غير في غيري. انت كذا، يعني انا غالي عندك، يعني بتحبني؟ يبدا الكلام يتلطف. طب ايه رايك نمشي مع بعض؟ فجاي يعدي الطريق فيمسك ايديها، يلاقي ايديها ناعمه وحلو، يبقى يحب مسك ايديها، بعد كده تحب مسك ايديه، بعد كده الموضوع يتطور ويوصل طب ليه ده كله؟ قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. دي محسومه، ما قالش لا تتبعوا الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. فنقفل الباب. وزي ما كانت ستي وستك بتقول والناس المحترمين، الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، والباب اللي يجي لك منه الذنوب سد وتوب، راح دماغك. انت شايف الحل يعني؟ خلاص ما اقطع كل علاقاتي انت عجبتك بنت، عجبك ولد، حطيه في قلبك، حط في قلبك واسكت. خلاص مش قادر خلاص وخايف تروح منك، خلي اختك امك تكلمها، ابني يا بنتي عينه منك. خلاص هيجي ناس يجي تقدم لك، وبعد ذلك مفيش كلام، عارف ان الخطوه دي هتفتح عليك كلام ما تقولهاش، ولو خير ليك هتجيلك لو الدنيا كلها ضدك. ومره كان شاب مستعجل على بنت قوي، قلت له يا ابني انت بتقطع بنصيبك،
انت دلوقتي شايفها احلى واحده، ممكن بعد كام سنه تشوف احلى منها. ليه تقطع برزقك وتدبس نفسك دلوقتي؟ اصبر، اتقل. السوق مليان والبضاعه حلوه ما شاء الله، بس اتقل يعني. اللي بيستعجل من استعجل شيء قبل اوانه فاتاه الكثير. مسألة الزواج أصلا سيدنا دلوقتي بقت مرتبطة في فترة الخطوبة، يعني حتى بتلاقي ده فترة الخطوبة اللي هو للأسف عشان وعي كتير من البنات وبرضو الصبيان يعني أو الرجال بيرتبط إن هو إيه، يلا إحنا جاهزين من ناحية إيه ماديا، فإيه اللي موقفنا؟ يعني فكرة إن الخطوبة دلوقتي مبقتش معتمدة على التفاهم بين الطرفين وصل لأعلى مستويات ولا لأ. فكرة إن هو إيه، أنت جاهز، معاك شقتك، معاك عربيتك. فأنا كشاب واقع في مشكلة كبيرة، الجواز صعب قوي دلوقتي. نعم. ففي نفس الوقت أنا عجباني البنت الفلانية دي، فمفيش أي طريق إن أنا أمسك البنت الفلانية أو إن أنا أفضل على علاقة بيها غير كده. أعمل إيه؟ طب يا مولانا، ما الجواز صعب وأنا مش معايا فلوس. ودلوقتي هي لو شافت واحد أو أبوها أو أمها شافوا واحد ليها مناسب، وهي برضو خلاص يعني بدأت تميل لي ومعاه فلوس ومع عربية، هتخلص. بس أنا بحبها يا شيخ، ما أنا مش لاقي طريق غير ده، فأعمل إيه؟ هو ما عند الله لا ينال إلا بالطاعة. والإنسان مهما يظن إن الحاجة دي كلها، يعني كان في دراسة أحد الباحثين عملها على يعني هل العلاقات التي تبدأ بالارتباط الغير شرعي هل تكتمل؟ أكتر من 97% ما اكتملتش، واللي بيكتمل بيحصل فيه كوارث. يعني في مرة كنت جاي معرض الكتاب اللي قبل اللي فات، فكانت الدنيا بتمطر، فوجدت بنت يعني شغالة إيه، يا رب فلان يا رب فلان يا رب فلان يا رب فلان. فخدني الموقف، استغربت جدا، هي فاكره هو بس دعوه مستجاب في المطره. فوقفتها قلت لها يا بنتي ليه فلان؟ قالت لي هو فلان. قلت لها انت ما تستعجليش. قال سبحانه وتعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. وقال سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. فالانسان لازم يدرك ان ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا دعاء الاستخاره. النبي صلى الله عليه وسلم إن نقول يا رب اللهم ان كان خيرا لي فقدره لي وان كان شرا لي فاصرفه عني، اللهم اني استخير بعلمك واستقدر بقدرتك، الى اخر الحديث. فالانسان لازم يرجع لربنا، لان من ضمن اسماء ربنا ايه؟ العليم، الخبير، الحكيم. فلما اقول له يا رب اختار لي انت، هيختار لي. لكن اختياراتي انا ايه؟ انا انسان بعمل ايه؟ جاهل، مش فاهم، ما اعرفش الغيب. فتلاقي عامل ازاي؟ بلبس. لما يقول من القفا، هيرجع يقول يعرف ان ربنا ان الله حق. ساعتها يبقى الامر صعب، مفيش سيبان، الامر ده مش سهل. والله العظيم انا بيجي لي شباب مخطوبين وبنات، واول كلمه بقول لهم اوعوا تعلقوا قلوبكم لاخر لحظه. خلي قلبك دايما كده في حته للظروف. كم من زواجات بيكون فاضل عليها اسبوع، بل ساعه، بل يوم، وتفسخ والقلوب تنفطر. ليه؟ عشان اتعلقت بغير ربنا. القلب ده موطن الرب سبحانه وتعالى، هو اللي يسكنه. بس احبك عشان ربنا امرني احبك، فانا خطبتها وظهر بيني وبينها ألفة، افضل كده ألف لغايه ما الدنيا تمت على خير، ابدا احبها. الحب ينتقل الى حب الزوجه، والدين بيأمرني بالموده والرحمه والألفة والرفق، وعاملها كده، وافضل لسه الحب مين؟ لربنا. الله سبحانه وتعالى غار على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي عليه الصلاه والسلام حرم على نفسه حاجه، قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. لام عليه صلى الله عليه وسلم، لام عليه ليه؟ لا، المرضات دي تبتغى لله فقط، ولا حتى مرضات الازواج اللي هم اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارهم له سبحانه وتعالى. فالقلب ده دي قداسه ما حدش يقرب منها. فاللي قال ابن القيم في الوابل الصيب، قال ذلك وقد قضى الله امرا ماشي لا ينفك ان من احب غير الله عذب به. يحب حاجه ربنا يتعذب بيها، هيدوق من الكاس ان هو اشرك مع ربنا حاجه في المحبه غيره سبحانه وتعالى. الله يغار سبحانه وتعالى. مسألة الزواج دي كبيرة أوي مولانا، موضوع كبير، ولو فتحنا فيه مش هنخلص. يعني برضه من الأسباب أو من الحاجات اللي المفروض نتكلم فيها، وبنجد إن الشباب بيقع فيها مشكلة الاستعداد للزواج. بتلاقيني مثلا أنا مش مستعد نفسيا ولا عقليا ولا مهيئ نفسي إن أنا أدير أسرة وبيت على دين الله عز وجل، وبجري على زواج. نعم صحيح.
اصلا انا معايا الشقه وجاهز ومع العربيه والدنيا حلوه وشغلانتي ثابته، بل بالعكس في شغلانات اضافيه والدنيا حلوه، فليه لا؟ فبرضه من احد او مش من مشكلات فيما بعد الزواج يعني مساله عدم الاستعداد الجيد قبل الزواج من الشباب. انت اكيد بتواجهك المشكله دي. هو يجي يقول لك انا عاوز اتجوز وازوج البنت الفلانيه دي، لكن انت بتبص له بتشوف حاله كده، بتاخد بالك وبتقرأ من افعاله. انت يا ابني متأكد انك انت فعلا عاوز تتزوج؟ انت فعلا جاهز عقليا ونفسيا ومهيئ نفسك تربويا؟ عشان برضو امر كبير قوي او امر مهم جدا، انا وهي مساله. وبرضو على الجانب الاخر انت مثلا بتلاقي البنت تقول لك انا خلاص هتجوز بقى فلان واعيش بقى حياتي الرفاهيه، هنروح الشاليه اللي مش عارف فين وهيدلعني وهيحنن عليا ويشرف عليا ويجيب لي مش عارف الماركه الفلانيه وهلبس مش عارف ايه والكلام ده كله. لكن بتغفل هي كمان جانب مهم جدا في انشاء الاسره واخراج جيل، او اخراج حتى مش هقول لك جيل، اخراج ابناء اسوياء نفسيا، الا وهو الجانب التربوي. نعم صحيح. فتجد ان ده بيسعى لزواج وما عندوش الجانب ده، وغافل الجانب ده، وغافل برضه للجانب الديني والتربوي. وهي برضه انا جاهزه وكل حاجه وبتاع، وفاكره نفسها ان هي جاهزه وما عندهاش الجانب ده، لا الجانب الديني الشرعي ولا الجانب التربوي. فيتقابلوا الاثنين اللي ما شاء الله عليهم الضدين. لا الاثنين بقى شبه بعض في ايه؟ في الاثنين ما عندهمش حاجه. فيعملوا اسره، اما يخرجوا لنا ناس مهلهلين نفسيا او اولاد مهلهلين نفسيا ويطلعوا هم كمان يعملوا اسره والدنيا تبوظ، واما ان هم يعني يفشكلوا. نعم صحيح. فانت رايك في الموضوع ده؟ مساله ان البنت لابد انها تبص لنفسها وتركز في المساله دي، خاصه المساله التربويه. انت عارفه ايه عن تربيه الاولاد؟ انت عارفه ايه عن حقوق الزوج؟ انت اصلا بص، هي بتروح تتكلم ولا بص انا هعمل او هشتغل، عجبك مش عجبك، حتى من باب الخطوبه كده، وهو بيرضى، مش كان هو بيرضى عشان بحبك ماشي. فحقوق الزواج عندك فيها فكرة ايه؟ يعني ايه الفكرة عندك؟ انت ليك حقوق اصلا؟ فكرة الحقوق الزوج عندك ايه؟ وفكرة هو نفسه حقوق الزوج عليك انت ايه؟ هل انت عارف عنها حاجة؟ هل انت عارف عنها حاجة؟ هل انت عارف ازاي تربي وتنشئ جيل او اولاد اقوياء واسوياء نفسيا؟ هل انت عارف ازاي تربي ابنك المشاكل اللي تعترضه عارفة ازاي تحليها؟ المسألة دي بتقابلها ازاي لما الشاب يجي يكلموك فيها؟ والله في البداية يعني أنا لو الأمر بإيدي، يعني يبقى تبع وزارة الأوقاف أو تبع الأزهر أو تبع أي مؤسسة، يعني تبع يعملوا إلزامي دورات قبل الجواز، دورات شهرين ولا حاجة بعد ما يكتبوا الكتاب. لازم قبل ما يحصل بناء لازم إلزام يروح الدورة دي يكون عليها مختصين، ناس تربويين يأهلوا الزوج والزوجة للكلام ده. لازم يعرف حقوق زوجته، تعرف حقوق زوجها، يعرف حقوق الاولاد اللي عليهم اصلا، يعرفوا ازاي يديروا بيتهم ماليا، يديروا بيتهم مثلا اجتماعيا، يديروا بيتهم لو حصل بينهم مشاكل. الحاجات دي لازم تكون الزاميه. انت مش مزاجك، انت الدوله تسخر حاجه زي كده، لازم كل زوج وزوجه يروحوا ويعملوا دورات ويحجزوا. الغرب كده وهم يعني سبقونا بكده، وهم مش احق مننا بكده. اعتقد الحاجات دي لو اتعملت هتريح كتير جدا، لان للاسف زي ما يعني انا كان سنه 2017 كنت عامل في مدرسه ما يعني، فعملت حلقه في قناه الرحمه على الفجوه بين الاباء والابناء. بعد ما خلصت كنت مع المحاور، فبقول له انا هروح هترفد، لان انا جيت جدا في صف الشباب، لان انا وجدت مشاكل مرعبه جدا من اهمال الاب كل اللي عليه. بس انا عارف الظروف المعيشيه صعبه، لكن كل اللي عليه بيعمل ايه؟ هو بيرجع، ابوه بيرجع امتى؟ بيرجع بالليل، يخش ينام ويطلع تاني. والام صباح الخير انت عايزه فلوس خدي بابا لما يجي بقول لي. فالاب بيطلع مهلهل زي ما حضرتك قلت كده. تاني يوم رحت يوم الاحد، بعدها الحلقه كانت الخميس، رحت الحد لقيت المديره لفداني. ليه انت هتروح تلوم على الاباء اللي هم بيجيبوا لنا الاكل؟ فلا دي مشكله كبيره جدا جدا، ان بيطلعوا ناس عندهم انسلاخ وانفصام في الشخصيه. مش عارف، هو شايف الاب بالنسبه له عصايه، وشايف الام بالنسبه له عود كبريت بيعمل الاكل بس. هو ده. طب مين لما يجي يشكي مشكله؟ بص فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. بالله عليك لو انت رحت قلتها لوالدك او حد لوالده ايه الزنا انت بتعمل ايه؟ يخرب العصا وتكسره، او ان هو يسيبه، او يقول له يا عم انت كبرت خلاص. النبي عليه السلام قال اذنوا مني. اول حاجه حسوا بالطمانينه، اذنوا مني، اترضاه لكذا ترضاه لكذا.
لغايه ما يعرف بالعقل. قال وكذلك الناس لا يرضونه. سابوا على كده؟ لا. فوضع يده صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. ده المربي اب صلى الله عليه وسلم. ده فين بقى الاباء من هنا؟ فين الام لما بنتها جت تقول لها يا ماما في واحد معجبه بيه، تكسرها واقول لابوكي انت بوظت سمعه العيله، ده نست الدم الطاهر او ان ايه روحي يا بنتي تعرفي عليه وبتاع. يا دي لو ماما عادي بقى. يعني بين هذا وذاك يضيع الشباب. هم الاثنين ما عندهمش الفكره انت بتقول عليها بالظبط. احنا عايزين بقى ايه؟ ازاي يحتوي البنت ما تخافش تحكي لامها وما تخافش تحكي لابوها، الولد ما يخافش يعرض المشكله وهو مطمن الاب. تعالى يا ابني هفهمك بالراحه، ما يستهزأش باحلامه، ما يستهزأش بطموحاته، يطلع الولد سوي نفسيا، عارف ان ليه اب مؤمن بيه وام مؤمنه بيه، عارفه هي كده. فالخلل كبير. انت بتتكلم على موضوع واسع قوي 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 في المجتمع، لدرجه ان خلاص هم اهم حاجه يرموهم في المدرسه وروح. وانا عندنا بعض الاباء تيجي ترمي ابنها في الجامع، يا حاجه ابنك ما بيحفظش، مش مهم خليه معاكوا. يعني خليه يعني سله المهملات، خليه معاكوا بس يتغير. طب ما انت لازم حضرتك تساعدينا. انا عندي في مجموعاتي في القران انا ما فيش حاجه اسمها ولي الامر مش معايا في الصوره. حضرتك مش معايا في الصوره، خد ابنك وامشي، انا مش هربي لوحدي. انت لازم تكون ايدك في ايدي عشان نطلع الولد دوت او البنت دي طلعه كويسه. ده كل مربي لازم يعمل كده، لازم يكون في تعاون مشترك بين المربيين والاباء والامهات، والا الدنيا هتقع. خاصه الشباب اللي لابد يكون قبل ما يكون داخل على خلاص البناء يعد نفسه نفسيا عقليا تربويا انه يشيل اسره. هو كل همه وانت فاهم همه ايه وهي كل همها ده. طب بعدين خلاص الوتر اتقضى، بعدين خلاص زي ما قلنا ناس سلبيين. لذلك احنا عندنا سلبيين في المجتمع كتير قوي. انت بص، احنا بنشوف كميه ناس تيجي تسالهم انت بتعمل ايه في حياتك مفيد، مفيش. اي فتلاقي ان هو من ضمن الاسباب اللي خليته كده على هذه الحاله سلبي مجتمعيا. وذلك انت لما قلت دي حاجه كويسه جدا، فكره يا ريت تطبق، يعني زي ما انت نبهت ليها او رجحت انها تتعمل، مساله انها تبقى من المؤسسات فعلا، ان ده يبقى الزامي، ان المقبل على زي الزواج تحليل الصحه، زي التحليل دي كلها يبقى في حاجه اسمها دور. خدت دوره في اي منظمه اي وزاره خدتها للتاهيل. مقبل على الزواج، مقبله على الزواج، تتاهلي تربويا نفسيا وعقليا عشان تنشئي ناس فعلا يبقى حاجه قويه في نفسه ويفيد المجتمع. صحيح، ايجابي للمجتمع. ولا احنا عاوزين ننزل اكتر؟ يعني احنا ما هنفضل لحد الحاله دي لحد فين، او نفضل في الحاله دي لحد امتى؟ صحيح. فامر فعلا مهم. انا جالي فتره يعني عندي على الفيسبوك ناس بتيجي تستفتيني الحاجات دي كلها. حد بتقول لي انا جاي لي واحد بص سفر و بس ما بيصليش، اعمل ايه؟ هو في اختيار اصلا؟ اصل بيقولوا لي انت هتغيريه. يعني انت تغيريه يعني خير حضرتك يعني. ما بيصليش دي خط احمر. يعني دايما بنصح الطلبه بتوعي ما بيصليش، بيشتم. يعني ده ابو اللي هو بيشتم، مش مثلا في غضب، لا بيصليش بيشتم، بيدخل الحاجات دي كلها. انا ما تخشيش طريق زي ده، ما تاخديش ريسك اصلا. هتقول لك انا بحبه جدا ما فيش غيره في الدنيا. حبك بورس مش هينفعك. زوجك جنتك ونارك. انا عارف ان هو بيدخن على قلبي زي العسل، عارف ان هو ما بيصليش. جاي تسالني ليه؟ ما شيلي في الاخر لما تتضربي. ما واحد ما عندوش وعي دين لما يضربك حد يقول لك ايه؟ طب ما فيش شيوخ بيعملوا كذا. يا عم انا بتكلم على اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هاتوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعامل امهات المؤمنين. هو ده الراجل اللي احنا عايزينه. ده موجود في الزمن، موجود، بس هنصبر. انت مستعجله ليه حضرتك؟ اصلا هيعدي عليا قطر الجواز. ما يعدي يا ستي، سيبك من قطعه الظل رجل ولا ظل حيطه. لا يحملنك ماشي ايه تقدم العمر عن انت تتجوزي اي جوازه. لا، ما هو يا راجل يا خليه قاعده مع والدك معززه مكرمه وفي الجنه اتجوزي براحتك. وهكذا البنت يا راجل تتجوز بنت سويه، بنت عارفه يعني ايه حقوق زوج، مش تقول لك انا زيك انا راسي براسك، انت تشتغل وانا اشتغل. مع ان انا ما بتكلمش عن يعني انا في الشغل، يعني رايي الشخصي المتواضع ان على حسب شغلانه البنت. اكيد لو بنت على ثغر تنفع بنات المسلمين، لا تمنع، خليكي في ثغرك. طبيبه، مدرسه، حاجه في ثغر. لكن معلش يعني واحده بتشتغل مهندس مدني، صباح الخير يا فندم، حضرتك بتنزلي الموقع بتعملي ايه مع الرجاله؟ هتشيلي طول حضرتك؟ لا حاجه تشيل يعني. والله انا جيت على الجرح ولا ايه؟
يعني البودكاست امل ان هو يعدي الحته اللي تعدي عشان المهندسين هيزعلوا منا. يا عم انا بحب المهندسين يا عم، اخواتي احنا يعني زميلات وبتاع، بس مش كله صراحه يعني، عشان برضو ما نبقى والله يعني. بس هو طبعا مكان عارف ان هو للرجال يعني. انا عندي طالبات والله العظيم، والله يا بنتي بتقول يا شيخ انا فرهوده، انا اول ما يجي وعنها مؤثره انا فرهوده، انا يكفيني العمل التطوعي والحاجات دي كلها، لكن غير كده هنقعد في بيتي معززه مكرمه. والله ده مهم جدا، ده مهم جدا جدا. بترجع في الاخر صراحه بتلاقيهم اصلا كلهم عندهم نفس انت من الاخر احنا عارفين ان انت في الاخر مالكيش غير بيتك وولادك. انت ليه بتتعبينا معاك؟ هم عايزين يمسكوا العصايه السوبر هيرو، تخلف فاول ما تخلف تعمل ايه؟ تروح جايبه البيبي عند امها معذره يعني في الله عند والدتها خلاص، وبعد كده ايه وتقعد تشوف شغلها. الراجل يرجع البيت الساعه 5 في المرات، معلش في المواصلات يا حبيبي، صباح الخير يا فندم، طب استنى يا فندم انا هحضر الاكل ان شاء الله وحضرتك تيجي. تحس الدنيا اتقلبت. طب اقول لك على حاجه وهتتفق معايا فيها، والناس اللي في الاعداد كلهم يتفقوا عليها فيها، والله لو الايه معكوسه وانا عندي حد يصرف عليا ويقعدني في معزز مكرم، والله العظيم لا اقعد ما عايز اشتغل، اقسم بالله. لكن احنا قوامين هنعمل ايه؟ مش عارف، احنا خلاص القوامه عندنا. القوامه عندنا، فلازم نشتغل ونسعى هي بتلاقي كان في حد كاتب بوست يعني، كان بيقول لك ايه بتلاقيها المدير بتاعها يجيبها الساعه 7 الصبح. ايوه تيجي العميل الفلاني تتكلم معاه بالطريقه الفلانيه تسمع الكلام، تيجي 7 الصبح تسمع الكلام، الاوردر ده يتسلم مش عارف ايه امتى في كذا، في التقرير ده يتحط في الحته الفلانيه، تروح لفلان تساليه تسمع الكلام بالملي عند زوجها. انت عارف ان انا تعبان وعارف ان انا شغال وعارف انه في بيتكلموا بالاحترام ده؟ لا خالص اصلا يعني خالص. لا انت عايز ايه؟ تخش انت تاكل وتخش اوضتك انت. مأساة والله، مأساة. لذلك مسألة الإعداد لا أصعب حاجة مش مجرد النسوية العادية، النسوية الإسلامية. أجارك الله لما النسويات يتكلمن باسم الدين. أجارك الله بنلف في نفس. أنا أعتقد إحنا كده بنلف في دايرة، إن فكرة إن أنت بتلف في دايرة وعارفة إن أنت هتتعبي على الفاضي. مش بتقول طبعا زي ما قلنا إحنا مش بنمنع الشغل والنهائي والكلام ده، لا خالص والله، لكن بنقول إن إحنا عاوزين، أو مسألة أنت قلت حتى جملة حلوة قوي، اتأخري أو اتأخر بس تلاقي حاجه حلوه. يعني انا عندي بعض الطالبات في كليات طبيه، كليه زي علاج طبيعي، انا قلت يا بنتي ما تسيبيش مجالك، لان بيجي لها مثلا عرسان ولا حاجه، لا ما تسيبيش مكانك. ما ان الانسان دول يعني انا ممكن اصحابه ما تسيبيش ليه؟ انا الاسلام لا قدر الله لو حد من اهل بيتي اقاربي نساء حصل لها حاجه محتاجه علاج طبيعي، اول حاجه ادور على ايه؟ طبعا امراه طبيبه عندها حاجه في اسنانها ادور على ايه؟ طبيبه. ما مش هروح. هو ده الثغر اللي احنا اتكلمنا عنه، ده صغور النساء كتير جدا، صغور النساء، واولها واهمها ثغر التربيه الاولاد. والله التربيه، اصل انا مش هقعد مع الابن. لا صالح، ثغر التربيه، وخصوصا اللي هي تبقى مدرسه. ومين افضل حد اللي تجمع بين الاثنين، بين صغر ينفع المسلمين وصغر في بيتها. ودي بقى كان في السلف قليلات اللي تعرف تعملها. امهات وين طبعا كلهم كده. وتجد ان الام زي ما قال الشاعر احمد شوقي، الام روض ان تعهده الحياه بالري اورد اي ماء يرادي. الام مدرسه اذا اعددتها. شوف احنا كنا بنتكلم في الاعداد. نعم صحيح. اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. شوف كميه الايجابيه اللي هتاخدها، كميه الناس الايجابيين واللي مش سلبيين في المجتمع، واللي هيفيدوا المجتمع قد ايه، ويفيدوا نفسهم وابوهم وامهم والدايره اللي حواليهم. شوف ده من اصله ايه؟ اعددت اعدادا طيبا جيدا نفسيا عقليا، مهيئه نفسها. هي فاكر البنت الشاطره اللي تعرف توازن بين بيتها وبين الثغر بتاعها، لا تترك ده ولا تترك ده. صعب. طب نعمل ايه؟ الجنه مش ببلاش. الله سيسأل كل بنت سبحانه وتعالى كانت على ثغر تنفع المسلمات وسابته قالت انا هنفع ثغر واحد بس. الموضوع محتاج جهد، بس المسلم لازم يشد حيله والا مش هنطلع. لابد من تعب يعني. انا افتكر ان من قريب جدا حد قال لي انا زهقت، عندي 28 سنه ومش لاقيها لسه ان انا عاوزها. ايوه اصل هو صعب فعلا ان هو مش لاقي، زي ما بقول لك كده. كلهم بتوع فيسبوك ونستا ويوتيوب ومقضينها يوتيوب فيسبوك نستا، ما فيش طبيخ بيعرفوا يعملوه، ما فيش طريقه معامله، ما فيش اي فقه تعامل مع الزوج، ما فيش حياء. كمان وصل بيه الامر ان هو مش لاقي بنت
فيها الحاجات اللي بتعرف تربي، بتعرف تدير بيت، من بقى عمل طعام ودير بيت كامل، مو ماديا صار مسك البيت ماديا، مسك البيت من اطعام الاولاد والزوج، مسك البيت من الراحه والسكينه اللي هتبقى فيه، واعداد الزوج واعداد الاولاد والكلام. مفيش بنت تلاقيها. فزي ما انت قلت من شويه اني اثبت اصبر، ايوه هتلاقي، بس ما لان هو قال لي كده، قال انا تعبت اللي هو لدرجه ان انا وصلت مع نفسي انا خلاص هاخد اي واحده بقى والله النساء الغربيات والله يفعلن ذلك. ما دي مصيبه، بتدرس وبتعمل ده كله وبترجع اولادها عارفه تدير بيتها. هي فكره كلها ايه؟ الف ب اداره، درت بيتك كويس فانت نجحتي. وهكذا الرجل. غير بقى السيد عشان النساء هيزعلوا والرجاله هيزعلوا، هتبقى احنا خلاص لا خلاص كفايه. هاخد بس حته منك كده بالمناسبه، حديث عن النساء. البنت اللي هي اصلا اللي بتجدها تقول لك الحجاب ده، بص يا شيخ بقى الحجاب ده انا مش شايفاه ان هو انا مكتفني وتقيل عليا، وانا بص مش متعوده على ان انا البس حاجه فوق شعري، وانا شايفه انا يعني اشيل جمالي ده ليه؟ حرام، هو الدين كده، انتوا الدين عندكم كده. انا جميله، ربنا مخليني جميله، انت ليه بتخليني اشيل الجمال ده؟ فانت رايك كيف في مساله الحجاب للبنات عموما، وبالذات مساله ان عندهم الموضوع عادي، لبستوا ما لبستوش؟ بص لازم عشان نوصف المشكله صح نعرف جذرها ايه او عمقها ايه. احنا ربنا خلق فينا وبث فينا الشهوه، ان الرجال لا يصبرن على النساء، وخلق في النساء حب الزينه، وانها لا تصبر قط ان هي تكون شكلها في حاجه. خلاص، فهم بقى دي معركتهم ودي معركتنا، فلازم نفهمها حقيقه المعركه بتاعتها، اللي انت مخلوقه ودي مزروعه جواكي. فانا ما بلومكيش ان انت تكوني جميله، ما بلومكيش ان انت عايزه تزيني نفسك، ما بلومكيش ان انت كذا كذا كذا، بس احنا عندنا ضوابط. الزينه دي بتظهر لشخص واحد بعينه، ولبسك العادي اللي هو بشعرك ده بيظهر للناس بعينهم، والناس اللي في الشارع لهم الوقار ولهم الحجاب اللي ربنا امره. طب ده صعب، محتاج جهد. اوعي تفتكري ان المختمره او المنتقبه او المحجبه خلاص الموضوع سهل عليهم، ودي ده فركه كعب. ده هم بيجاهدوا نفسهم جدا جدا، وكل بنت منتقبه وكل بنت محجبه او مختمره هي بتجاهد نفسها عشان تطلع كده. انا حدثني احد النساء اللي هي اول مره لبست النقاب بكت، اللي هي ازاي انا اتحولت من ده انا مش طايقه، لكن صبرت لله وبعد كده تمسكت، وهكذا. بس الموضوع برضه عشان نكون صراحه مش هيجي في يوم وليله. فابدأي انت مش متعوده على الحجاب خالص، ابدأي واحده واحده، وسعي لبسك واحده، بس مش واحده كل 10 سنين. يعني ايه؟ خلاص ابدا احط مثلا فساتين في وسط لبسي، الحجاب ما يا ستي غطيت شعرك، دي اول خطوه. بعد كده نوسع الطرحه شويه، الموضوع يبقى مره ورا مره، والصادقه ربنا هيرشدها. فهي الفكره ايه؟ موضوع مجاهده ومحتاجين نجاهد. بس انت لازم تعرفي ان النبي عليه الصلاه والسلام الحديث مرعب، حديث ابي هريره في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما. ذكر من الاول صنف رجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها ايه الناس، وقال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ماشي، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. الحديث ده مرعب، ولا حتى يشم ريحتها. حديث زجر مرعب من النبي عليه الصلاة والسلام. انت بترتكبي كبيرة جدا باللي انت بتطلعي كام شعرة من عندك. سألت قبل كده، كنت في محاضرة وكانت محاضرة نساء، فقلت لهم اسألكم سؤال وجاوبوا بصراحة. انا لما باجي اقول للبنات على شعركم اللي طالع دوت، بيقول لي بيقع لوحده، اصل هو ناعم بينزل تحت الطرحه. يا بنات انتوا قادرين تدخلوه ما يطلعش تاني؟ لا كلهن. قالوا ايوه يا شيخ هي قادره، بس هي ازاي؟ مره كنت بكلم ولد بقول له على بنته، بقول له بنتك مطلعه شعرها يا عم الحاج. قال لي بص اقول لك على حاجه يا شيخ عشان تبقى عارف، اصل هي في العيد فردت شعرها ففرحانه بيه فعايزه ايه؟ اصل الفرد ده بفلوس يا مولانا. باشا انا هم عندهم غيره، اللي هو ايه ده انت من غير شعرك وانا جنبك معرفش ايه. فهي عندهم مجاهده، فهي لازم تدرك حقيقه الاختبار اللي هي فيه، تدرك الموضوع مش سهل عشان تلبسي حجاب، بس عند ربنا الثواب عظيم ليكي جدا جدا جدا، والعقاب شديد جدا جدا، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. خرجنا بره نقطه النساء بالله عليك، خش اللي بعده. طيب حتى لو قلت عليك انا مش عاوز اخلص معاك والله يا سيدنا. انا معاك، احنا ما كناش على القران لسه يعني.
فانا هاخد منك الكلام الجميل ده واقول لك انا عاوز بسمع كتير ان القرآن بيغير حياة ناس، بس انا مش قادر بصراحة، ما عنديش وقت اقرا وبتاع. فانا عاوزك تكلمني شوية كده عن اثر القرآن في حياة الانسان، في حياة العبد، وازاي ابدا اخد خطوات ان انا اقرا واتعلق بيه. بص، القرآن ده يعني اثره نتاجه واحد قاعد قدامك بيكلمك، انا صنيعة القرآن، انا صنيعة القرآن، انا امتن الله علي بالقرآن، انا ما فيش نعمة في حياتي اعظم من القرآن، وما فيش فضل اعظم من القرآن. ولقد مننت علي ربي بأنعم ماشي مالي على شكرها، يعني نسيت البيت، لكن ربنا من علي بمنن اعظمها القرآن. والله العظيم كنت حاجة على الشمال، ربنا دخل. انا كنت زمان يا شيخ يوسف ولا بعرف اقرا ولا اكتب، ولغايه كام؟ لغايه اولى جامعه كنت على الله في القراءه خالص، لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى امتن عليا وحب لي القرآن، دخلت وقعدت اتعلم وبتيسيره لغايه ما ختمت القرآن بعد 3 سنين تقريبا. ومن ساعتها بدات التحفيظ. من اللحظه دي بعد كده خلاص حياتي اتغيرت بقى، بقيت انا معروف ان انا القرآن، الاسلام بتاع القرآن. قبل كده واحد وقفني في مسجد الصفا كده، قال لي مش انت بتاع القرآن؟ قلت له انا بتاع القرآن. ده شرف، جميل قوي دي شرف. قال لي انت قلت له انت، وما يعرفش اسمي، قال لي مش انت بتاع القرآن؟ قلت له انا بتاع القرآن. قال لي انا بتابعك، قلت له انا فرحان عشان انت قلت لي انت بتاع القرآن. فاجي يوم القيامه عند ربنا انا بتاع القرآن. دي تكفيني نعمه ان انا اقول يا رب انا بتاع القرآن، انا بتاع اللي بحفظ نص القرآن، واللي بعلم من نص القرآن، واللي بحب القرآن، واللي بربي بالقرآن، واللي مقصدي الاول والاخر القرآن. يعني بص سبحان الله العظيم، يعني القرآن ده يعني وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. بص بقى الآيات دي، عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. الله. فالقرآن ده نعيم صاحبي. أنا كنت في الجيش، حصل لي موقف ما مع صف من الضباط، فشعرت بالأذى، فوالله العظيم وأنا ماشي لقيت ربنا قذف في قلبي آية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله. خدتها نسيت المشكلة وقلت ازاي انا في معية ربنا ان هو في وسط ده كله افتكرني بإشارة منه واداني آية. كنت بتقرأ في الوقت القرآن؟ القرآن ده ولذلك القرآن يا شيخنا هو مش فرض فقهيا لكن فرض تربويا. عايز تربى احفظ القرآن كله وكمله كله وعيش مع آيات القرآن. مرة كانت في مشكلة ما، يعني كنت اتقدمت لحد ما وكنت متعلق بيه قلبيا، يعني من ضمن الحاجات اللي عيشتني مع القرآن وشفت معية ربنا ليا بالقرآن اللي في صدري. كنت في مشوار ما وفاهم يعني متقدم لحد ومحتار ومش عارف اخد قرار، فلقيت واحد صاحبي بقاله 1.5 سنة مش بيكلمنيش، ما فيش كلام بينا، فبعت لي رسالة على الموبايل والله العظيم هي آيات بس. قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. بس الرد جه قبلها كنت قاعد بصلي بالليل وقال يا رب ارشدني، انا مش عارف الرد، مش عارف اقول ايه. جه الرد في رسالة. هو ده القرآن اللي بيجي لك من حيث لا تحتسب، رد من ربنا. فعاوز تقرب من ربنا القرآن، والقرآن حفظ القرآن مش مهم تخلص امتى، المهم تفضل في العبودية. قعدت تحفظ 5 سنين 6 سنين 10 سنين، بس ال10 انت بتحفظ ما انقطعتش، اسمك في عبودية حفظ القرآن، اسمك في معية ربنا. ومين المحظوظ
المحظوظ بجد اللي دايما ليه نور في قلبه من ربنا، ما كلام ربنا نور، فعلى قدر حفظك للقرآن على قدر مقدار النور اللي في قلبك، وهكذا في السنة. بس كلام ربنا نور وضياء يبصر لك كل العمل اللي في حياتك، تبقى ماشي كده مؤيد، ربنا يدافع عنك من حيث لا تحتسب بالقرآن. فلو قعدنا نتكلم عن القرآن احنا عايزين حلقة تانية. القرآن ده باع طويل، فيكفي بس ان انت تفهم ان انت لو عاوز ربنا يأيدك في الدنيا خلي معاك القرآن، عايز ربنا ينصرك خلي معاك القرآن، عايز ربنا يرزقك خلي معاك القرآن، عايز ربنا يميزك خلي معاك القرآن. ربنا بيستر بالقرآن وبينعم بالقرآن وبيرزق بالقرآن وبيحفظ بالقرآن. القرآن ده كل حاجة، فأنا صنعت القرآن. ده أثر القرآن على الشباب كبير قوي بقى على كده. القرآن ده بيغير كل حاجة. عندي بعض الشباب كان فترة ما بعيد، بس لما قرب بالقرآن لوحده كده حسيت له ايه؟ اتغير. انت مش محتاج تعمل حاجة. القرآن ده اللي غير الأجيال، غير الصحابة كانت بتنزل عليهم الآية خلاص هم اتغيروا. فيعني والله يعني المجلس لا يتسع، لعل في لقاء آخر إن شاء الله. لعل في لقاء آخر. جميل قوي. هاخد منك بقى سيدنا زي ما قلت لك، يعني نفسي أكمل معاك بس الناس ورا الكاميرا طبعا ايه يعني خلاص. عايزين رسالة لحد بعيد عن ربنا، رسالة منك تأكيد طبعا في شغلك وميدانك الدعوي. ربنا يتقبل منك، يعني بتقابل يعني زمرة كبيرة وناس كتيرة من الصنف ده بعيد عن ربنا. رسالة من الشيخ إسلام للي بعيد عن ربنا تبين له اني خد بالك وركز وارجع، عشان في 1 2 3 4. انا دلوقتي هو بعيد عن ربنا، فعاوز حد، بس عاوز اسمع نصيحة من حد يوعيني وينبهني اني لا، ارجع وتوب، عشان انت في لحظة ما ممكن مع السلامة. بص اقول لك كلمة يا شباب ويا بنات، اللي جاي صعب، فخليك في المضمون. اللي جاي صعب فخليك في المضمون. كلمة بسيطة، اللي جاي مرعب، اللي جاي على ساحة الأرض واللي الأرض تتهيأ له مرعب. خليك في المضمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يحضرني واختم بيها، اللي بحب دايما أتمثل بهذه الأبيات، أبيات أبي إسحاق الإلبيري: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بت، تنام ويحك، تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا ما مت انتبهت. فالانتباه الحقيقي بيكون بعد الموت. فأنت الوقت يا شباب انتوا نايمين ايه؟ تغط الدهر، تنام الدهر ويحك في غطيط. عارف بتنام وانت قاعد بتشخر في النوم، معذرة على اللفظ يعني، فقاعد بتنام ومش مركز في أي حاجة. ايه ده؟ حتى ما إذا ما مت انتبهت. ودايما نفتكر ورقة الامتحان تسحب على غفلة، والمراقب انت مش شايفه، ملك الموت فجأة تلاقيه جنبك. يلا، جزاك الله خيرا على اللقاء الطيب دوت. صلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليك القبول، وأن نلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيبشرنا بهذا اللقاء، فيضع القبول ربنا سبحانه وتعالى لهذا اللقاء، ويبشرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصنيع ويكتبه عنده في الحسنات. جزاك الله خيرا أخي. أشكرك يا شيخ إسلام على قبولك للدعوة، واستفدنا كتير النهاردة. طبعا لنا لقاء تاني إن شاء الله، أبشر، نستفيد أكتر ونسمع أكتر من فضلتك، ونسأل تعالى القبول في كل ذلك يعني. آمين يا رب. طبعا أعزائنا المشاهدين بقى أكيد استفدت، ولو استفدت ما تنساش تفيد غيرك بالشير، فشارك المقطع وشارك الاستفادة، لعل الله عز وجل ينفع بهذا المقطع شخصا كان يريد هذا النفع وكان يريد أن يستمع لهذه النصيحة. شكرا لكم، ونلقاكم في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.